السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا الكرام في مصر وخارج مصر. النهاردة هعمل لكم طبق حلو قوي هينفع في فطور رمضان. هعمل لسان عصفور، مكرونة لسان عصفور بالجمبري. تابعونا في الطريقة خطوة بخطوة وهتعرفوا أنا بعملها ازاي. هنا هنحط تومة مفرومة مع حتة زبدة، وهنقلب التومة في حتة الزبدة كده اهو زي ما انتوا شايفين، وهننزل عليها بالجمبري، وده الجمبري اللي احنا هننزله على التومة. هنقلب كده التومة شوية في الزبدة زي ما انتوا شايفين، وهننزل عليها بالجمبري بس ياخد تشويحة كده. معلش يا جماعة انا بشتغل بايد وبصور بايد عشان الحامل اتكسر، معلش. الجمبري بس ياخد تشويحة ويحمر كده شوية، وهننزل عليه بالصلصة على طول. مش هنسلق المكرونة، احنا هننزل المكرونة في الصلصة على طول تغلي في الصلصة. بعد ما تغلي الصلصة، اسفة، بعد ما تغلي الصلصة الاول هنسلق فيها المكرونة وتستوى بقى، تشرب من صوص الجمبري والحاجات الحلوة دي. كده الجمبري احمر معانا اهو في التشويحة زي ما انتوا شايفين اهو. هننزل عليه بشوية ملح وفلفل اهمل، مش اكتر ولا اقل، وهنقلبها برضو كده تشويحة. الله على الريح، الله، ريحتها جميلة جدا جدا. هننزل بقى عليها بالطماطم، ودي هنا الطماطم بتاعتي انا مجهزاها. طبعا دي من تفريزاتي، طماطم طبيعية وصحية وما فيهاش اي مواد حافظة. وهننزل اهو بالطماطم اهي، وهنقلبها كده في شوية الطماطم، وهنحط لها شوية مية كده، نزودها بشوية مية، برقرق مية، وتغلي ونسقط فيها المكرونة. بدأت تغلي هي معانا، هنزودها كمان معلقة بابريكا. وهنزودها كمان معلقة بهارات جمبري. اخر مرحلة بقى هننزل بالمكرونة لسان العصفور معانا هنا. هنديها تقليبة، طبعا المكرونة مع الجمبري هون. وهنوطي عليها شوية ونغطيها ونسيبها بقى ايه تستوي على النار كده براحتها. وده هيكون طبق سريع معانا في فطور رمضان ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ودعوتنا لاخواتنا في فلسطين ان شاء الله ربنا ينصرهم ويجبر بخاطرهم.
وبكده حبايبي خلصنا طبق لسان العصفور، مكرونة لسان العصفور بالجمبري، مقليينه بالتومة وحتة زبدة. و يعني بعد ما شوحنا الزبدة في مع التومة وكده، حطينا فيها الجمبري وخدناها التشويحة كده بالبهارات، الملح والفلفل وبهارات الجمبري والبابريكا، والمية غلت، قمنا ساقطين فيها المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. وادي الطبق معانا جاهز على الفطار بإذن الله، مع قطعتين من البيتزا. وكل سنة وانتوا طيبين وأحبابنا يا رب بخير وسعادة، ورمضان كريم علينا وعلى أمة المسلمين أجمعين. وما تنسوناش بقى في اللايك، وانتم وذوقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم إن شاء الله مع بعض في وجبة إفطار جديدة. مع السلامة.